هاتفك. من أهم الأشياء التي يبحث عنها مشتري الهاتف الذكي في الوقت الحالي هو أداء الهاتف في الألعاب، وخصوصا إذا كان المشتري من عشاق الألعاب أو كما يطلق عليها بالجيمر. لذا اخترنا لكم اليوم أفضل 4 هواتف مناسبة للألعاب. يعتبر هاتف سامسونج جالاكسي S7 Edge واحد من أفضل الهواتف المناسبة للألعاب، ويأتي الهاتف بشريحة سناب دراجون 820 المزودة بمعالج رسوميات قوي وهو أدرينو 530، مما يجعله على قمة الهواتف التي تقدم أداء قوي في الألعاب ودعم قوي حتى للألعاب القادمة على مدار 3 سنين قادمة أو أكثر. كما أنه يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجا بايت، مما يجعل معالجة التطبيقات الأخرى بجانب الألعاب أمر سهل بالنسبة للهاتف ولا يستدعي أي بطء أو تعليق في أدائه. ليس هذا فقط، بل أن الشاشة تلعب دورا مهما في تفاعل المستخدم مع الألعاب، حيث أن الهاتف يتيح لك شاشة منحنية من الطرفين أي مساحة أكبر للشاشة بالنسبة لحجم الهاتف، ومقاس الشاشة 5.5 بوصة ودقة وضوح عالية. ولا ننسى أن الهاتف يستعمل تقنية سوبر أموليد في الشاشة، مما يجعل الألوان دقيقة وأكثر قربا للطبيعة. هاتف هواوي نيكسوس 6P. هذا الهاتف يعمل بشريحة سناب دراجون 810 التي تحتوي على معالج رسوميات أدرينو 430 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 جيجا بايت. ولكن الأمر يختلف قليلا عن سابقا، لأن هاتف هواوي نيكسوس 6P يعمل بنظام تشغيل أندرويد الخام الخالي من أي برمجيات أو إضافات أخرى، مما يجعل الواجهة خفيفة جدا ومعالجتها سريعة. لذا فإن الهاتف بالرغم من مواصفاته التي هي أقل من مواصفات جالاكسي S7 Edge إلا أنه يمنحك تجربة جيدة جدا مع الألعاب. كما أن شاشة الهاتف بمقاس 5.7 بوصة وتقنية أموليد، وتأتي بنفس دقة الوضوح التي يأتي بها هاتف S7 Edge، مما يجعله قوي من حيث تباين الألوان وقوته. ومع كل هذه المواصفات فإن سعره يبدو مناسبا إلى حد ما. هاتف HTC 10. هذا الهاتف يأتي بنفس مواصفات هاتف S7 Edge، حيث أنه يحتوي على شريحة سناب دراجون 820 ومعالج رسوميات أدرينو 530 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجا بايت. ولكن الأمر المختلف هنا وهو ليس في صالح ال HTC 10، وهو أن الهاتف يأتي بشاشة بتقنية سوبر LCD 5، مما يجعل دقة وضوح الشاشة والألوان أضعف من ال S7 Edge. ولكن النقطة المميزة في هذا الهاتف هو صوته النقي والرائع، حيث أنه يدخلك بداخل اللعبة عن طريق سماعته المكبرة المزودة بخاصية البوم ساوند الممتازة، كما أن ثمنه مناسب جدا لإمكانياته ومواصفاته. أخيرا هاتف وان بلس إكس. دعونا لا ننسى الهواتف التي تأتي في الفئة المتوسطة، فنجد هاتف وان بلس إكس على سبيل المثال هو من الهواتف المميزة في مجال الألعاب في فئته، حيث أنه يأتي بشريحة سناب دراجون 801 مع معالج رسوميات أدرينو 330 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 جيجا بايت. بالطبع لا نستطيع القول أن هذا الهاتف هو منافس للهواتف السابق ذكرها، لكن بالنسبة لمواصفاته وأداء الألعاب عليه فهو جيد إلى حد ما. ولا ننسى أن ثمنها فقط هو $199. إذا كانت هذه أفضل 4 هواتف مناسبة للألعاب اخترناها لكم. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الحلقة مع أصدقائك، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.